السلام عليكم ورحمة الله. في واحد الخبر جديد وتبنديرة جديدة، بندرات قواتنا الجوية الملكية وتحديدا عبر مسيرة مسلحة من نوع بيركدار واحد الرطل عسكري تابع لمرتزقة البوليزاريو، واللي كانوا فيه 3 ديال العربات العسكرية، 2 عربات منهم هازين المرتزقة زائد مسلحين اما بصواريخ جراد او برشاشات ثقيلة، زائد كانت معاهم حتى شاحنة كبيرة واللي غير معروف لحد الساعة شنو كانت الحمولة ديالها. ومن الاحتمالات فممكن تكون الشاحنة ديال المرتزقة كانت هازة اما ذخيرة او صواريخ جراد او حتى مجموعة من مرتزقة البوليزاريو. المهم الشاحنة كانت مع العربات ديال المرتزقة وب3 بهم تعرضوا للقصف والتبندير، وبالتالي كانوا ضحايا كثار في هذه العملية. هاد التبنديرة فهي وقعات في الصباح ديال نهار الخميس، وتحديدا في المنطقة العازلة اللي جات ما بين دريكا وأوسرد. وكيف العادة فالعربات والشاحنة ديال المرتزقة فهم دخلوا من موريتانيا باتجاه المناطق العازلة المغربية. وفي هذه العملية فواضح أن سلاح الجو المغربي استعمل أكثر من درون مسلح من نوع بيركدار، أي كانوا 2 درونات في نفس الوقت وهما اللي تكلفوا بهذه العملية ضد مرتزقة البوليزاريو. حيث على حسب التسريبات اللي خرجت من عند المرتزقة فهما كيأكدوا خبر ديال التبندير، زائد كيقولوا ان الدرونات المغربيه كانت مازال كدور فوق منطقه القصف، يعني اي عربه ديال المرتزقه كانت غادي تدخل للمنطقه العازله وهي جايه من موريتانيا فحتى هي كانت غادي تتعرض للقصف من طرف سلاح الجو المغربي. الخلاصه ان التحركات ديال المرتزقه فهي كلها كتكون مدفوعه من طرف الدويله العدو، والهدف انهم يديروا شويه ديال البلبله قبل ما يبداو الاجتماعات السنويه في مجلس الامن واللي كيناقشوا فيها قضيه الصحراء المغربيه. والجواب ديال المغرب ان اي محاوله كيف ما كان نوعها فاحنا غادي نتصداو ليها بالتبندير. حتى لنا غادي يكون الفيديو سالا، نتلاقاو في تبندير جديد، مع السلامه.